معك يا شيخ. أنا تعلق قلبي ببنت، سويت كل اللي فيه اللي كل إنسان بيسويه يعني. بس للأسف يعني كل الأبواب أغلقت أمامي، يعني سويت كل حاجة بس للأسف كل الأبواب أغلقت. فالآن أنا في حيرة يعني. أنا لي يعني 2 وعيني تدمع في كل ليلة وأنا ساجد وأنا أدعي إن الله يصلح الأمور، إن الله يرجع الأمور، أو إن الله يقنعني منها. بس يعني لحد الآن وأنا في حالة يعني يرثى لها. فأنا الآن في حيرة، هل أنا أستمر أدعي إن الله يفتح الأبواب كلها هذه؟ ظني بالله كبير إنه يعني هو الوحيد القادر اللي يفتح هذه الأبواب. هل إنها ما أجمل قلوب العاشقين. الله يخليك يا شيخ. فهل هذا الشيء إن أنا لو استمرت أدعي هل يعتبر إنه رفض لقدر الله والعياذ بالله يعني، أو إن أنا خلاص أستسلم للأمر الواقع وأيأس من هذا الشيء يعني؟ وهل يكون هذا اليأس من روح الله يعني؟ هل أنت، بسألك سؤال عمار، نعم، هل أنت تطلب المستحيل؟ سؤال، هل أنت تطلب من الله المستحيل؟ هو ما في أي استحالة على أرحم الراحمين. هذه يعني الله ما في. النقطة الثانية، أنت هل تطلب الحرام أم الحلال؟ أكيد الحلال. ممتاز. النقطة الثالثة، الله يقول ادعوني إيه؟ أستجب لكم. فأنت لا تطلب المستحيل ولا تطلب الحرام، علمت؟ والله أمرني أن أدعو. بس يا شيخ يعني أنا 2 بصراحة وعيني تدمع في كل ليلة وفي كل سجدة وفي كل دعاء وفي كل صلاة ليل. أنت تحبها، فمش قادر يا إن أنا أقتنع منها أو إنها ترجع. عمار، أنت تحبها؟ نعم تحبها. أسأل الله عز وجل أن تكون لك زوجة. قول آمين. أنا أعلم رجل من أقربائي 5 سنوات وهو يتعذب والآن عنده ولد منها. فاصبر واسمع، لا يبعد المحبين عن بعضهم البعض إلا ذاك القلب الذي خلق للأسف من حجر مسموم. فلا أحد يبعد المحبين. الله يجمعك بينكم ويوفقك وتكون لك قرة عين وتكون لها قرة عين. ادعوه، الله لا يمل حتى تمل. وثاني أمر، الله يحب العبد اللحوح. أنت ما تطلب من وسيم ولا تطلب من فلان، تطلب من الرب. عارف وش يعني تطلب من الرب؟ من ملك الملوك. تطلب من اللي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وأحيانا وأما. تطلب من الله. عارف وش يعني تطلب من الله؟ فادعو. ابقى على عتبات باب الله حتى يفتح لك. علمت يا عمار؟ الله يسعدك. طيب يا شيخ، سؤال أخير يا شيخ. نعم. طيب يعني أنا بصراحة يعني ما قدرت إن أنا أروح لبنت غيرها هذه. فهل يعني إذا ما تزوجت في الدنيا هل الله بيجمعني فيها في الجنة؟ ليه أنت متشائم؟ أنا مش متشائم يا شيخ. شوف، بس يعني تعرف أنا ما عمري سمعت شخص سوى اللي سويته أنا. اسمع، لا أنت هناك من فعل الأكثر يا سيدي. نعم. من علامات إجابة الدعاء اليقين بقدرة الله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. جميل منا نذهب لصلاة الاستسقاء مثلا وبيدنا المظلة والسماء ليس فيها غيمة واحدة ولا سحب، يقينا بالله. جميل منك حينما ذاك الرجل العقيم الذي تقول له الطبيبة أنت من الصعب أن ترزق بأبناء، وأن يذهب يشتري سريرا لطفله يقينا وأملا بالله. علمت؟ فكونوا على ثقة بالله. من وثق بالله الله لا يخذله. علمت سيدي؟ والنعم بالله. الله يسعد قلبك يا رب. الله يخليك وتسلم لي يا شيخ. وإن شاء الله يا رب الله يحفظك والله يجمعك فيها بالحلال.